السلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كبات حلوة وجديدة وفي نفس الوقت غير مكلفة، بس في نفس الوقت برضو طعمها حلو قوي ورخيصة في البيع والشراء، وكمان تنفع للسوبر ماركت والكافيهات. تعالي على طول نشوف تفاصيل الوصفة. قبل بس ما نبتدي اوعي تنسي اللايك والشير. يلا نقول بسم الله مع بعض ونبتدي على طول. اول حاجة انا معايا هنا 160 جرام من الدقيق، دقيق عادي خالص متعدد الاغراض، كمان 160 جرام من السكر البودرة المنخول، وكمان معايا 160 جرام من الزبدة الناعمة يعني الطرية بدرجة حرارة الغرفة، وكمان 2 ساشت فانيليا، وكمان 160 جرام من انا مقسماهم هنا 80 جرام من بياض البيض و80 جرام من الميه. ممكن تخلي الكميه كلها بياض بيض، يبقى 160 جرام بياض بيض بس، وده هيديكي قرمشه اكتر. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل بيهم مع بعض فيوتين. هنحط الزبده الطريه مع السكر البودره ونبتدي نفورهم كده في العجان لغايه لما القوام ينعم ويعمل لي فومي شويه كده. ابتدي انزل عليه ببياض البيض، هيبتدي يندمج معاه ويختلط معاه ويبقى خليط كريمي وحلو. هنزل عليهم الفانيليا، وبعدين هبتدي اخد بس كده في الجوانب والاطراف عشان الكل يمتزج كويس قوي، وبعدين هنزل الميه. لما هنزل الميه عليها هتحسي ان القوام ابتدى يقطع او ما يبقاش مظبوط زي ما انت شايفه كده، ولا يهمك خالص، كملي، ده طبيعي قوي. كملي ونزلي عليه الدقيق. لما بننزل بقى عليه الدقيق بيربط حلو قوي، بس بنسيبه شويه كده علشان يعمل فوم حلو زي ما انت شايفه، وهو ده القوام الممتاز جدا جدا للفيوتين. الفيوتين ده بقى بنعمل بيه ايه او بنستخدمه ازاي؟ يا اما بنستخدمه على ورق زبدة حراري زي اللي انا ماسكاه في ايدي ده، او بنستخدمه على ورق سيليكون زي السيليكون اللي معايا برضو، ده سيليكون الخبز، فهتلاقي يعني شكله كده ايه ملطوع شوية من الفرن بسبب ان انا ده مخليه الخبز بس. بتفردي معلقتين 3 من الفيوتين على الورق السيليكون الحراري او ورق الزبدة الحراري، بتفرديه بسمك رفيع قوي وتدخليه الفرن لمدة 9 دقايق على 170. هنا برضو هستخدم نفس الموضوع بس مع ورق الزبدة الحراري اللي بيتغسل وبيدخل الفرن اكتر من مره. ممتاز قوي ما شاء الله عليه، تحفه، عجبني قوي في الاستخدام. برضو بفرد كده طبقه رفيعه قوي 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 وادخل الفرن. بكرر بقى الموضوع ده. طب افرض انا ما عنديش ورق زبده حراري ولا ورق سيليكون وعايزه اعمل فيوتين، يبقى هتجيبي قطعه كده من الزبده السايحه وتحطيها على ورق الزبده وتفرشيها كويس قوي قوي كده بفرشه سيليكون، وتدخلي ورقه الزبده دي التلاجة لمده ربع ساعه تجمد والزبده تمسك عليها. تبدأي بعد كده تحطي عليها الفيوتين وتدخليه الفرن، وبالطريقة دي هيطلع معاكي من ورق الزبدة كويس. هنا بقى بعد ما خرج معايا من الفرن بطلعه قدامك اهو من السيليكون، بيطلع بمنتهى السهولة مقرمش جدا جدا بشكل مش طبيعي. اهم خطوة بس ان اول ما يطلع ويبرد معاكي بتحطيه في علبة وتقفلي عليه. ده ضروري قوي قوي ان هو ما يتعرضش الهواء عشان ما يشربش رطوبة. هبتدي انا استخدم الكبات اللي هي الصغيرة دي. الكب ده تقريبا بجنيه ونص من اي محلات من محلات المستلزمات بتاعه التغليف. هبتدي بقى اجيب 80 جرام من الفيوتين اللي انا عملته كريسبي ومقرمش وتحفه جدا. الباقي بقى عندي هنا. بس الاول انا معايا هنا نص صاج 30 في 40 من الفادج اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو كان ب2 بيضه. هسيب لك طبعا لينكو تحت في صندوق الوصف، وهتلاقيه كمان في البطاقه فوق على الشمال. انا هنا محتاجه نص صاج بس، يعني نص صاج استخدمته وفضل معايا نص صاج تاني فرولته بايديا، وهبتدي بقى اعمل الكبات. هبتدي احط معلقتين كده من الفيوتين في كل كب وعليهم شويه من الفادج اللي عندي. اهم حاجه لما انا بشتغل بالفيوتين ما بخليش الفيوتين ملامس للكريمه علشان ما يرطبش، انا عايزاه يبقى مقرمش وتحفه كده. فبحط الفيوتين وبعد منه بحط الفادج. تعالي بقى نعمل شويه الكريمه العسل قوي. هحط انا هنا 1.5 كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، يعني 300 جرام من الميه الساقعه، عليهم كوبايه كامله من كريمه يعني 100 جرام من الكريمه. كمان هحط عليهم 80 جرام من النوتيلا السايحه، انا كنت خلطها بمكسرات، تقدري تحطيها كده بس. وكمان حطيت عليهم معلقه كاكاو خام وكمان معلقه سكر بودر. مش هكتر في السكر لانه اوريدي التسكيره الحلوه هاخدها من النوتيلا، فمش عايزاه يبقى بيجزع من حلاوته. هبتدي بقى اخفقهم مع بعض كويس، هيديني قوام ناعم كده وسموز، مش قوام اللي هو تقيل، لا
قوام الى حد ما فيه ليونه، وده مطلوب علشان انا عايزه المكونات دي كلها تسمغ مع بعض. عشان الكبات دي لما بتتعمل بنسيبها تريح في التلاجة ليله، وتاني يوم تتباع، بتدي طعم احلى وتبقى يعني كده كلها اخده من طعم بعض. الكميه اللي انا عملتها دي من الكريمه بالظبط هتكفي معاكي الدسته بتاعه الكبات، فالمقادير النهارده محسوبه ومدروسه 10 على 10. تعالوا بقى مع بعض نعمل الجناش. انا معايا هنا 3/4 كوبايه من الحليب يعني 150 جرام، عليهم 3 معالق كبار من الكريم شانتيه يعني 45 جرام، عليهم 3 معالق من الزيت يعني 30 جرام، كمان هحط عليهم مغلف من مصر كافيه عشان يديني نكهه قهوه حلوه كده. هقلب المكونات دي كلها كده مع بعض وافك التكتلات اللي فيها طبعا، وبعدين بقى برفعها على النار عشان خاطر الحليب اللي معايا يدفى، وبعدين هنزل عليهم لما طبعا الحليب يدفى هنزل عليهم 220 جرام من الشوكولاته سمنه بالحليب. هبتدي اقلب كويس. طبعا احنا في الصيف الشوكولاته اصلا مش مستحمله اي حراره، هتدوب معاكي بسرعه، يا دوب تبداي تصفيها عشان لو في اي تجلطات مثلا من الكريم شانتيه ما كانتش دابت كويس تدوب كويس معاكي. هاخدها بقى كده وادخلها التلاجة تسقع على بال ما الكبات معايا كمان تكون سقعت والكريمه شدت. احط الاتنين بقى على بعض واركبهم كده. الكميه اللي معايا دي هتقضي ل 12 كب بالظبط، برضو مش هيفيد معاكي اي حاجه. هبتدي بقى كده اشيل فقاعات الهواء باي ستيك، ودخلتهم التلاجة جمدت ما شاء الله وسمغت تاني يوم وبقت حاجه حلوه جدا ما شاء الله. هبتدي بقى ازين بالفيوتين لان انا كده مستخدمه الفيوتين في القاعده، فهحط كمان شويه كده من رقائق الفيوتين من فوق الوش. اللون الذهبي بتاعهم عامل شغل حلو قوي مع الشوكولاته، كانوا قمر قوي، احلى من اللي في الكاميرا كمان. هبتدي بقى هنا ازين كده. جبت شيت من الترانسفير شيت اللي انا هحط فيه الشوكولاته، بس انا ما بحبش بصراحه الرسومات اللي بتبقى فيه كده، بحسها انها مش احلى حاجه، بل بالعكس بتاخد من حلاوه الشوكولاته. فهجيب كده فوطه ناشفه ونظيفه، هبتدي اشيل بيها الرسمه كده بمنتهى السهوله، وابتدي احط فيها الشوكولاته بتاعتي. ادخلها التلاجة تشد شويه، وبعدين في ثواني تبداي تشيليها تلاقي لمعه جميله ومفيش اي رسمه كده في الشوكولاته، وشكلها اليجانت اكتر كده، ويعني شيك وديفرنت في نفسها غير الرسمه خالص. ويبقى كده احنا خلصنا النهارده. طيب يا روعه بقى، بالنسبه للتسعير، بالنسبه لسعر البيع، يعني عيب عليك يا فانيليا، احنا مش ولاد امبارح مع بعض. انا بامر الرحمن هسيب لك تحت المقادير بالتسعير بكل السلطات والبابا غنوج وبسعر البيع كمان، كل اللي انت عايزاه. كل بس اللي عايزاكي تعمليه انك ما تنسيش اللايك والشير، وانك تفتكري ان احنا دايما مقاطعين، وتفكري اللي حواليكي ان هم كمان مقاطعين. دايما ما تنسيش ابدا تدعي لاخواتك ربنا يفك كربتهم يا رب، اللهم امين. ودايما تتبرعي لهم وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما.